ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، تعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. داخل علينا شهر رمضان، وطبعا احنا بدأنا تفريزات من بدري، دي مش اول التفريزات طبعا. انا كنت عامله مع مانجا، وكنت عامله جوافه، وكنت عامله فراوله. فده برتقان كده، قلت اما اجيب شويه عشان خاطر الولاد برضو بيحبوه كده. فقلت اعمل لهم بجزر. مبدئيا كده متنسوش اللايك، وتنسوش تعملوا الاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، عشان الفتره الجايه ان شاء الله داخل علينا رمضان، وهعمل لكم وصفات حلوه كتير ان شاء الله تعجبكم. اولا هجيب معايا كميه البرتقال اللي انت تحبيها. تمام، انا هنا كنت جايبه معايا بتاع 5 كيلو. غسلته كويس وسبته ينشف من الميه، وبعد كده بقى ايه، انا هعمل برتقان بجزر وهعمل برتقان ساده. تمام، برتقان فريش كده. احنا لو عايزين نعمل عصير برتقان بس نعمله، لو عايزين نعمل برتقان بجزر نشربه، يعني ايه كتنويعه يعني من العصير وكده. بس انا هنا بقى قسمت الكميه دي، ده انا هعصره واخليه برتقان فريش. عصرته قسمته نصين وعصرته كده على ايديا. تمام، وعشان مفيش اي بذر ينزل منه ولا في اي حاجه. انا كده بقى ايه، هعصر الكميه كلها وايه، واسيبه بقى على جنب يبقى مركز كده. ونشيله بقى في الكيس وقت ما نطلعه نعمل منه عصير. نزوده بقى المية والسكر ونعمله. تمام، وده انا كنت خلاص عصرته وركنته على جنب. ده بقى الجزر، هغسله اقشره معايا كويس واسلقه. اقطعه واسلقه عشان نعمل برتقان بجزر. بيبقى حلو جدا البرتقان بجزر، وبيبقى فيه فوائد حلوة جدا، وبيقوي جهاز المناعة، وولادكم هيحبوه. بس انا بقشر بقى معايا الجزر كويس. تمام، وغسلته خلاص، قشرته وغسلته. هقطعه بقى ايه، طرنشات كده كله، عشان نسلقه. نحط له ميه سخنه ونحط له حبه سكر ونسلقه. بس الميه طبعا بتاعته احنا مش بنرميها، اللي اتبقت من السليق. كده انا اقول لكم نعمل بيها ايه. كده انا قطعت الجزر كله. عامه هو البرتقال بجزر كميه البرتقال بتبقى اكتر من الجزر، يعني يعتبر كميه الجزر بتبقى بتبقى ربع كميه البرتقال. تمام، عشان برضو ما ولادكم مش ما يحسوش بالطعم فيه، او برضو يبقى طعم البرتقال موجود. هنا بقى انا كنت خلاص، هنا خلاص انا حطيت بقى الميه السخنه للجزر. تمام، ومتقطع وان هو نضيف وجاهز. حطيت بقى عليه معلقتين سكر، واقلبه كده عشان يبقى السكر بيخليه طري كده ويستوي على طول. بس هولع عليه على البوتاجاز. تمام، واسيبه بقى لغايه ما يستوي معايا. وبعد كده هسيبه بقى يبرد على جنب شويه. هنا بقى جبت معايا البرتقال اللي انا هعمله مع الجزر. البرتقال اللي قدامكم ده اللي انا كنت عصراه، ده كده برتقال مركز. وقت ما نيجي نعمله هنزود الميه والسكر ونضربه ويبقى عصير معانا برتقال فريش. ده بقى البرتقال اللي انا هقطعه للجزر. تمام، هقشره. اهم حاجه تشيلي الطبقه البيضاء اللي بتبقى من جوه دي، عشان دي مع الوقت ومع قعدته في التلاجة ولما تيجي تعمليه عصير هيمرر معاكي. تمام، فاحنا مش عايزين اي حاجه مراره، يعني هو البرتقال اليومين دول حلو، فحاولي تنضفيها كده من كل حاجه فيها. بس انا هنا كنت بقشرت بقى لنا الكميه كلها عملتها، ما حبيتش يعني ان انا اطول عليكم الفيديو كده. بس هنا انا بقى كنت قشرتها. هقطعها بقى معايا طرنشات كده. تمام، وبالراحه وانتي بتقطعي عشان خاطر ما ينزلش منك ميه كتير، لان البرتقال طبعا بتاع العصير بيبقى مليان ميه. هو طبيعي لازم هينزل معاكي ميه، بس مش عايزينه ينزل ميه كتير يعني. بس انا هنا بقى اقطع الكميه كلها. تمام. ده ابني عادي يعني. بس قطعت بقى انا الكميه. ولو في اي بقى بذر ولا في اي حاجه بنشيل منه البذر وبنرصه بقى في الاطباق، عشان ايه يبقى جاهز معانا على العصير على طول، وقت ما نطلعه ونعمله عصير على طول. عاوزه تعملي الجزر تضربيه في الخلاط مع البرتقال من دلوقتي وتشيليه عصير، ماشي. عاوزه تشيليه كده يبقى فريش معاكي، تطلعي تضربي على طول، ماشي، مفيش مشكله. اللي انت تحبيه اعمليه، واللي شايفاه سهل ليكي اعمليه. بس انا هنا بقى لو كان في اي بذر كنت بشيله منه، بس هو مكانش فيه بذر كتير يعني الحمد لله. بس انا كده خلاص كنت نضفت كله. الحاجات الفريش دي يا جماعة حلوة جدا، بتقوي جهاز المناعة لينا ولولادنا، احسن من الحاجات بتاعت بره، واحسن من العصاير اللي هي بتاعت بره والكلام ده. لما تعملي لولادك كل حاجة حلوة في البيت هيبقى احسن ليهم يعني. وكمان الجوافة موجودة ايام دي، بس انا كنت عاملة جوافة وكنت مخزنة مانجا برضو. بس يعني الحاجات دي حلوة حتى لو لغير رمضان، اي حد جالك فجأة اي حاجة بيبقى عندك وتطلعيها على طول، فاهمين. بس هنا بقى انا كنت خلاص قطعت البرتقال. برص بقى في الاطباق دي كانت عندي، كنت جايبة منها، انا بحب اجيب منها بشيل فيها حاجات في الفريزر يعني، ومع الاكياس برضو، بس بحس الاطباق شكلها اشيك يعني واحلى، وبرضو مش بتاخد مكان، والكيس برضو مش بياخد مكان يعني.
انا بحب برضو الحاجه بحب ارصها على بعضيها حلو، يعني ما احطش وخلاص في الفريزر اول حاجه، لا ابطط الكيس واطلع منه الهواء بحيث ان هو ما ياخدش مني مكان. تمام. وبرضو يا جماعه لما تيجوا تعملوا الفريزر بتاعكم او التلاجة رصوا الحاجه على بعضيها، يعني لو الفريزر الدي فريزر اعملوا درج للفاكهه، درج للخضار، درج للحوم، درج لو في عيش، لو عندك لبن، الحاجات اللي هي زي كده. تمام. عشان برضو يعني ايه يبقى درجك منظم كده ويبقى شكله حلو. انا عامله درج للعصير لوحده وعامله درج للخضار لوحده، فاهمين؟ يعني الحاجات دي بتسهل علينا وبتخلي الدنيا كده بتبقى رايقه وشكلها حلو. كده انا خلاص كنت عملت البرتقال كله وعملوا معايا 4 اطباق 4 مرات يعتبر. تمام. ده بقى العصير اللي انا عصرته حطيته، عملت بتاع عمل معايا كيسين، كيس عصير برتقان بس، واتبقى حبة رحت ضربت معاهم حبة جزر وشربت برضو برتقان بجزر معمول. يعني انا يعتبر في الفيديو عملت ب5 كيلو برتقان عملت منه كذا حاجة. عملت برتقان بجزر شلته كده فريش، عملت برتقان فريش لوحده عصير لو عايزة تعملي برتقان بس. شفتوا؟ بصوا انا ده عشان بس عصير فانا مش عارفة اخرج طبعا منه الهواء، انما دون لو خضار او حاجة بدوس بضغط عليه جامد واخرج منه كل كمية الهواء واخليه يبقى مبطط كده بحيث ان هو ما ياخدش كمان مكان معايا. تمام. هنا بقى كان خلاص الجزر اتسلق وكنت سيبته برد وبرصه بقى. بص انا مش حاطه جزر كتير لان احنا طبعا اتفقنا ان كميه الجزر بتبقى يعتبر ربع كميه البرتقال. بس هنا كنت خلاص انا بس بظبط الكميه عشان يبقى كلهم قد بعض. بس وبعد كده بقى الفه في اكياس والاطباق دي الفها في اكياس واحطها في التلاجة. ما عندكيش اطباق مفيش مشكله، في اكياس تلاجة كده تكون نضيفه وترصي فيها وترصيهم على بعضيهم. بس هنا انا ظبطتهم بقى كده هلفهم بقى في الاكياس وخلاص. وده البرتقال الفريش وده اكمل، بس انا كنت ناسيه الكيس ده بس على جنب. هكمله بقى احط عليه الجزر برضو واقفله زي الاطباق دي. وبقى معايا حبه جزر. بصوا انا شفت انا بططت الكيس ازاي، بحاول اخرج منه الهواء على قد ما اقدر وان انا بططه عشان ارص الحاجه على بعضها. هنا بقى كان باقي معايا حبه جزر وحبه برتقال، قلت لا ما ينفعش، رحت ضربتهم الاتنين في الخلاط مع بعض، زودت حبه ميه، ده كده عصير جاهز، ده كده انا اطلعه بس يفك ونشرب منه على طول. ضربته في الخلاط مع الجزر والسكر وحطيت له بقى حبه ميه وانا ظبطته خلاص بحيث ان هو يبقى جاهز ايه على الشرب على طول، نطلعه ونسيبه يفك ونشربه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، وما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة عشان ان شاء الله اعمل لكم وصفات حلوة كتير. آه، كل سنة وانتم طيبين يا رب وتعود علينا وعليكم الايام بخير، اللهم امين يا رب. بس كده انا كيس ده الجزر كنت بحطه في الكيس اللي هي الاطباق. بصوا انا دخلت الكيس لجوه عشان خاطر بس ايه يبقى مظبوط معايا. تمام. ودول اللي هم الباقيين انا بقفله بقى كويس. بس ده يونس ابني طبعا قاعد مشرفني على الرخامه، ما بيسيبنيش، ما بيقومش من على الرخامه من جنبي، عمال يقول لي واعملي دي كمان يا ماما. بس انا